صاحبتي بلدت ومشيت نهني فيها. كي مشيت نهني فيها معناتها حسيت هكا متقلقة ومدرا كيفاش، حاولت هكا نلقى لحظة هكا عزلة معاها هي باش نبداو نحكيو. وقعدت أنا أصلا من قبل حتى ما نسألها نسمع في الحوارات اللي قاعدة تصير بين الفاميلي متاعها والفاميلي متاع الهازبند متاعها متاع زوجها. ولاحظت أنه اللي حولها الكل قاعدين هكا يعملوا عليها في بريشر، والبريشر هذه تمثل في موضوع معين اللي يمكن الإنسان الكل اللي جابوا صغار تعرضوا له، اللي هو مسألة الترضيع. اوكي. معناتها صاحبتي وقتها مش حامله روحها، ما تحسش انها عندها الشجاعه ولا الانرجي، ما نعرفش anyway، ما تحس روحها متقبله حكايه انها ترضع. اوكي. واما اللي حولها الكل بداوا عندك البريشر متاع يلزمك ترضعوا، حليب الام احسن حاجه، كان ما ترضعوش راهم المناعه نتاعو مش تطيح، راهم ما عندوش فيتامينات، وباش ولدك ولا بنتك باش يطلع لك حاله حليله اكسترا اكسترا. به هذه انا باش نحكي تو من منظوري انا في تجربتي الشخصيه متاع الرضاعه، حاجه عمري ما حملتها وعمري ما قبلتها وعمري ما حبيتها. اما انا كي قريت وعملت ريسيرش نتاعي انا وحدي، اقتنعت انه هذه حاجه لازمه لصغيري. اوكي. مش معناتها الفورمولا ولا الباودر حاجه خايبه، لا، اما اقتنعت انه تنجم تكون حاجه باهيه. والحق الحمد لله يا ربي، انا ربي اعطاني الحليب. اوكي. اما اللي نحب نقوله راني انا كي كنت نرضع ما كنتش فرحانه، ما كنتش فرحة المسرونة كما يقولوا العباد الكلك. انت كي ترضع في صغيرك تبدا تحسك في الاحساس نتاع الامومه يتعدى نو، ما I did not feel that. اما اللي حولك الكل يحبوا بالسيف يركبوا لك في مخك انك انت ما تحسش هكاكا، راك انت اب نورمال. انا اليوم نحب نقول لك يا خيا تيك ات ايزي. تحب ترضع رضع، ما تحبش ترضع ما ترضعش. تحب ترضع اما انت تحس روحك ماكش فرحان انك ترضع، رضع وانت ماكش فرحان راك ترضع. تحب ترضع وانت فرحان انك ترضع، رضع وانت فرحان وانت ترضع. يعني من الاخر اعمل اللي تحب عليه اللي يريحك. وما ثم حتى صغير يموت كان ما يشربش حليب امه وابوه، حليب امه، سامحوني على الكلمه. به شو نقول لكم حاجه اخرى، انا في الحكايه هذه نذكر روحي مشيت سالت بابا خاطر هكا متحرجه ومنعش كيفاش وما نحبش نرضع وبابا بيديتريشن معناتها بيدياتر. دونك قال لي بابا، قال شوف راكم انتم ثلاثه، نحن ثلاثه بنات، راكم عمركم رضعتوا خاطر امكم ما كانش عندها حليب، وتبارك الله معناتها انا واختي ثلاثه الحمد لله ربي صحتنا لبس عليها. يعني يحب يقول راهو الصحه تاع صغيرك تكون طياره مش مربوطه معناتها necessarily، معناتها necessarily بانك ترضع. انا ايش قلت لها صاحبتي، هذا هو اللي قلته لها، قلت لها شوف take it your way. تحب ترضع 100% رضع 100%، تحب ترضع نص نص يعني نص رضاعة ونص بالفورمولا اعمل هكاك. تحب ترضع 30 70% حاجة تخصك. يعني نحب نقول هذا كيف هذا موضوع خاص للنساء اللي ترضع في مرحلة معينة من الحياة، ما راهو هذه البرنسبل يطبق على كل شيء. خي اعمل الحاجة اللي تريحك من غير ما يسبمت تو ذا بريشر نتاع الانفايرمنت. على خاطر الوقت اللي انت تبدا ترضع ولا تعمل في اي حاجه اللي انت ماكش فرحانه، اكل غش واكل غل باش يتعدى كلكو بار في وات ايفر. دونك ماذا بينا كي نعملوا حاجه تكون اختيارنا الخاص، باش كي نعملوها ويث باشن اند ويث بليجر، ما نعملوش خاطر بالسيف علينا ملزمين باش نعملوها، ويبدا سامحني على الكلمه السم يبدا خارج مك العينين ونحن نعمل فيها من فوق من قلبنا. على خاطر حاجه كي تعملها من فوق من قلبك كي ما تعملش ويث بليجر ويث باشن راهي مش لازمه. هذاش حبيت نقول لكم اليوم، وان شاء الله the message lands.